ازاي تعمل كفتة فراخ في 5 دقايق؟ فاكرين حلقة الحواوشي اللي عملناها دي؟ شوية خلطة من الفرمة بتاعت الحواوشي اللي احنا عملناها. سيبهم في حالهم؟ لا طبعا، جبناهم حطيناهم في بولة عندي. كل اللي هحتاجه نفس الفرمة بتاعت الحواوشي اللي عملناه، هحط لها معلقتين دقيق بالشكل دون، وعندي 10 جرام بيكنج باودر، يعني ظرف بيكنج باودر بالشكل ده. سيبهم في حالهم؟ لا طبعا، افضل اقلب فيهم كويس قوي كده. كده العجينه بتاعتنا جهزت بالشكل ده، وهو ده الملمس بتاع الكفته اللي انا عايزه. ناقصها حاجه واحده عشان تكون احلى كفته فراخ ممكن تاكلها في حياتك. هي دي الحاجه اللي ناقصاها، معلقه كبيره مستردة خردل، هنديها تيست في حته تانية خالص. وبدل ما نوسخ ايدينا، اي كيس فاضي هفتحه بنفس الطريقه ديت، واخد الكفته بتاعتي افضي فيها، وهوريك ازاي انا بعمل احلى صوابع كفته تشوفها. بعد ما فضيتها في الكيس بالشكل دون، هديها الطاسه بتاعتي بخت زيت خفيفه خالص، وابتدي بقى اشكل الاشكال اللي انا عايزها. عايز اعمل كور بالشكل ده، تمام. عايز اعمل صوابع بالشكل ده، تمام. عملت احلى كفته صوابع من غير ما اوسخ ايديا ولا اعمل مواعين كتير. وبكده نكون عملنا احلى كفته فراخ في 5 دقايق، وبالهنا.